في زمن تختلط فيه الأصوات يظهر ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، ومع هذا الضجيج تنتشر أصوات تتصدر المشهد وتؤثر في الرأي العام دون بصيرة، فتزيد الاضطراب بدل الإصلاح. والمؤلم أن البعض يطعن في أبناء المغرب أحفاد رجال عبر قرون لما يقارب 1400 عام كانوا سدا منيعا في وجه التحديات، ودافعوا عن ديار الإسلام وكتبوا تاريخا من الصمود والعزة. وقد أظهر التاريخ دورا بارزا للمغاربة في عصر صلاح الدين الأيوبي الذي أشاد بالمغاربة تقديرا لشجاعتهم ودورهم في تحرير القدس قائلا: أسكنت هنا من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، وخير من يؤتمنون على المسجد الأقصى وعلى هذه المدينة. كما وصفهم قائلا: المغاربة قوم لا نؤت من قبلهم، لكن تجربتي في الحياة علمتني شيئا، أن التعامل يبدأ بالحسنى، بالكلمة الطيبة وبالحكمة، فإن تمادى الخطأ وتجاوز الحد وأصبح ضررا واضحا فإن الحزم حينئذ ليس قسوة بل ضرورة لحفظ الاستقرار، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ميزان العدل واضح، حسنى في موضعها وحزم في موضعه. وأقول للسلطات المغربية: المحافظة على الأمن وصورة البلاد تتطلب وعيا وحكمة في التعامل مع كل من يهدد الاستقرار أو يشوش الرأي العام بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ التوازن. فلا تكن من الرويبضة، وكن دائما مع الحق بعلم وبصيرة وعدل.